عزيزي الكاتب، ما تكتبش سي في الشخصية بتاعتك في أول صفحتين. ده اللي قلته لكم في النصيحة التامنة للكتاب. بس المرة دي خليني أديكم مثال عملي إزاي نعمل حاجة شبه كده. بطل الرواية بتاعتنا اسمه أحمد. أحمد يبقى محاسب، عنده 25 سنة، مش عايز يتجوز، عنده 3 اخوات. ردود أفعاله دايما بتكون هادية. هو ذكي سريع البديهة، بيشتغل في شركة، والأهم من كل ده إن هو متهم بسرقة 150 ألف جنيه من الشركة. الغلط ان احنا مش عايزين نرص رصة السي في ان مثلا احمد يصحى الصبح يبدأ يعرف عن نفسه، يقول ان انا محاسب عندي 25 سنة مش مهتم بالجواز، بعد كده يروح جاي بقى رصص الرصة دي كلها. كده انت بترص رصة سي في. المشكلة هنا بتكون في حاجتين. الحاجة الأولانية إن أنت بتكون حرقت الشخصية بتاعتك، لأن دايما خلاص هو كده القارئ بيكون عارف من الأول إن هو ردود أفعاله دايما هتكون هادية، وإن هو ذكي وسريع البديهة، فهو دايما هيبقى متوقع ردة فعله هتكون عاملة ازاي. بالتالي هو مش هيبقى بيستكشف الشخصية معاك في الرواية، هو اوريدي محروق عليك ردود الأفعال اللي هتحصل. الحاجة التانية ان الجزء ده بالذات لما بيتحط في الأول بيكون ممل بالنسبة للقارئ، هو بيكون لسه مش مهتم بالشخصية، وبالتالي أيا كان اللي هتكتبه هو غالبا بنسبة كبيرة قوي هيتقلق. طيب، ايه الأحسن من كده بقى؟ أحسن من كده ان احنا نبدأ بداية مثلا زي ان أحمد واقف قدام المدير بتاعه في المكتب بتاع الشركة، والمدير بتاعه بيتهمه بان هو سرق 150 ألف جنيه من حسابات الشركة، ان هو المحاسب الوحيد اللي بذكاء كافي ان هو يقدر ان هو يعمل حاجة زي كده. بالتالي هنفهم من الموضوع ان احمد محاسب بيشتغل في شركة، وان هو متهم بسرقة 150 ألف جنيه. احمد لان هو ردود افعاله هادية وذكي، فهيقول له بهدوء هو محتاج اسبوع واحد بس عشان يعرف مين اللي سرق الفلوس دي فعلا، وبعد كده يقدر المدير بقى ان هو يتصل بالشرطة، فالمدير هيوافق. وبالتالي هنا هيبان ان ردود افعاله بتكون هادية، ان هو ذكي وسريع البديهة. كان نطلع قدام شوية ان احمد مثلا لما يروح البيت اخواته ال3 هيسألوه هو عمل ايه، لان هو مثلا المدير بتاعه كان استدعاه في يوم الاجازة بتاعته. وبعد كده نبدأ نعرف اخواته البنات ال3. واحدة فيهم تحاول ان هي مثلا تقدم له واحدة صاحبتها، بس هو هيرفض ان هو مش مهتم بالجواز. بالتالي بدل ما انت هترص الرصة بتاعت السي في ان هو هيبدأ يعرف عن نفسه، ودي حاجة هتقلب لان هي بالاسلوب ده هتكون مثيرة للاهتمام اكتر بالنسبة للقارئ، لدرجة ان هو غالبا مش هيفوت اي حاجة من اللي انت تكتبه. ده غير ان ده يعتبر اسلوب من اساليب البداية الكويسة اللي هي هتشد انتباه القارئ. احكي لي بقى عزيزي الكاتب، لو انت هتوزع نفس العناصر اللي قدامك دي بس بطريقة ما تكونش زي السي في وما تكونش مملة، هتعمل ايه؟